صدمة داخل ريال مدريد. مبابي خرج وكشف عن تصريحات نارية لجماهير ريال مدريد. قال مبابي بعد مباراته قدام اوفيدو انه كان جاهز 100% للمشاركة قدام برشلونة في الكلاسيكو، ولكن المفاجأة مبابي اكد ان المدرب قال له انه المهاجم الرابع في الفريق بعد فينيسيوس وماستانتونو. وطبعا التصريحات دي قلبت ريال مدريد بالكامل ومواقع السوشيال ميديا، وخصوصا ان الكل شايف ان مبابي هو المهاجم الاول للفريق. لكن الصدمة الاكبر ان اربولو خرج بسرعه وكذب كلام مبابي قدام الاعلام، وقال انا ما قلتش كده ابدا ولا عمري هقول كده لمبابي، هو فهمني غلط. والقصه ما وقفتش لغايه هنا. بعد الهجوم على مبابي بسبب سفره لايطاليا مع صديقته، مبابي قال انه اخذ اذن رسمي زي باقي زمايله اللي سافروا، وانه ما خالفش اي قوانين داخل النادي. وطبعا بعد التصريحات دي كانت تقارير ان ممكن مبابي يقابل عقوبات ضخمه من ريال مدريد، والعقوبه في ريال مدريد ممكن توصل لايقاف عن المباريات والتدريبات كمان. وقول لنا في النهاية رأيك في اللي قاله امبابي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.